ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يوسف عن قناة يوتيوب. ما تنساش ما تاكلش تشترك ولا تنزل القصص وصلك كل جديد. وبس كده النهارده معانا تجربة افضل لعبة حرفيا. يعني بص، دي لو عملنا شوية تحسيب كده ونزلوا فيها كام باكج وكام حاجات كده هتبقى افضل من بيس وفيفا ذات نفسها. اللعبة دي انا كنت اسمع عنها كتير ولعبتها في 2020 ايام كورونا والكلام ده كله، ولعبتها كانت لعبه اسطوريه يعني اسطوريه جامده يا شباب، اسطوريه. وكمان سمعت لها فيديوهات كتيره وقليله زمان مش دلوقتي، لما بدات ادخل في جو بيس وفيفا والكلام ده كله فسبتها خالص. فحاليا هيرجع للعبه الجامده جدا اللي عملت حساب من اسبوع كده يعني عملته، والحمد لله معايا من افضل اللعيبه الجامدين جدا في اللعبه دي. هي لعبة دريم ليج سوكر 2024، اللعبة الأسطورية اللي يعني تقريبا 200 مليون واحد نزلها تقريبا. لعبه جامده جدا. ما تنساش تعمل لايك وانزل يلا سبسكرايب للقناه عشان خلاص قربنا نوصل والله 100 مشترك. يعني الحلم مش كبير ولا قليل، فهو حاجه جامده جدا. ومش هطول عليك كتير، اسيبك مع الفيديو. انجوي. Con el balón. Realmente está siendo un partido limpio. Todavía no hay tarjetas. Está demostrando una fluida sucesión de pases. ¡Buena bola! Ese es Joe. Sigue tratando de volver al partido. La afición es optimista. Creen que tiene 3 puntos en el bolsillo. El guardameta la atrapa. Darwin Núñez. Buena distribución. Bien cronometrado. Eso estuvo muy bien jugado. Tiene el gol en el punto de mira. Bueno, sus compañeros comentaban haberse frustrado, pero una vez que la pelota entró al fondo de la red, el estadio y los jugadores estallaron. ¡Qué brillante gol individual! Es hora de que un nuevo jugador entre en combate. Le han dado un baile al rival y estarán festejando con estilo esta noche. ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جديد حلقه جديده. النهارده هنلعب لعبه باريس ولا فيفا. هنلعب شباب لعبه الدريم ليج سوكر 2024 انا بدأتها حرفيا وانا مش فاهم حاجه وانا كاره يعتبر. ومش شباب في اللعبه دي طبعا سمعت عنها ورجعت لكم بس عشان اخد كوين عليه. طبعا زي ما شايفين كده عندنا اللاعب ده انا حجزته 20 جوهره. وطبعا انتوا تشوفوا تشكيلتي اللي انا لسه عاملها في اسبوع. دي تشكيلتي عملتها في اسبوع، تشكيله جامده جدا حرفيا. طبعا معانا مدرب لياقه عام هنا كده. تعالوا ندوس ونشوف مين. محمد النني يا شباب، محمد النني. مبروك عليك يا اسطى، مبروك على محمد النني. معانا طبعا النهارده مش عارف كده عملت هنا كده اصلا. اللي بيه ده سرعته جباره وطلع لي باكج، وده برضه طلع لي باكج، ده اشتريته وطلع لي باكج، وده اول لاعب اشتريته طبعا، وده اشتريته. كلهم يعني سعرهم قليل شويه، لكن اول لاعب بدات بيه هو اللاعب ده، هو اللاعب ايموبيلي. بعدها على طول فتحت باكج، كان باكج كشافه، كان كشافه كده هديه. لقيت اسمه ده لوتارو مارتينيز، وكمان جنبيه جواو كانسيلو، فاخترت لوتارو مارتينيز طبعا افضل بكتير من جواو كانسيلو دلوقتي، بس هحتاج لوتارو مارتينيز. فجبت لوتارو مارتينيز طبعا، وبعدها على طول جبت جوردن. جبت اللاعب اللي شايفينه قدامكم الحارس ده اسطوره يا جماعه. فبس كده مش عارف طبعا مش كتير، انا بس عايز اشرح لك كل حاجه. سنه من فيديو هشرح فيه كل حاجه عن اللعبه الجامده جدا دي، ولا الفيديو قصير ولا حاجه. لا خلي بالك ان هنا في ايه ده 22 ساعه. اوكي يعني ادخل فيه دلوقتي. بيقول لك المركز الثالث 60 كوين تدخل ب 10 مش عارف تقريبا ده دوري، وانا بحب الدوريات جدا. طبعا عندنا دي بتبقى 10 ساعات بس دي جامده جدا عشان انت بص في اخر السيزون. طبعا اللي تحت دي اللي تحت بتاعت اللي بيشحنوا، لكن اللي فوق دي بتاعتنا احنا غالبا اللي هي ايه فيها وكيل نادر كده كلام كده. طبعا في الخلفيه من بره كده هتلاقي رودريجو، لو دخلت هنا وطلعت هتلاقي كيفن دي بروين، لو دخلت هنا وطلعت هتلاقي رودريجو، فدي حاجه جامده جدا. تعال بس اعرفك اول حاجات في اللعبه. اول حاجه في اللعبه خلاص هنبدا بالجهه السطحيه. ممكن تكون شرحتها لك كتير بس كل الناس دي عارفه اللعبه كويس، لكن انا لسه بادئ معاك فمع بعضنا كده نفهم كل حاجه. في علامه هنا خالص عليها صغيره خالص، لا علامه تعجب في الرساله. تعال بص عليها كده. طبعا في دي لسه 2020 عليها كتير من يعني بيقول لك بقى شرح اللعبه كده ولا تدخل على تاني حاجه وهي الاعدادات، ودي اللي سمعتها يعني من واحد صاحبي وكده. تعال نشوف اللي بيحصل. دخلت على الاعدادات طبعا كده هتلاقي الحاجات اللي انت بتشوف بيها. انا عامه مش بشوف بالتلفزيون 20 يعني عشان تبقى فاهم مع بعض، بس بشوف بخط تماس ويكون 60. اعدادات جامده جدا لازم تكون حاططها. طبعا عندك اللغات اللي هو عربيه وانجليزي. طبعا في ناس كتير بتلعب باللغه الانجليزيه بس انا بصراحه عايز العربيه، بستمتع كده واللعبه جايبه اي لغه عربيه. فهتلاقي تحت كده حاجات دي خليها زي ما هي لان انت هتحبها كتير، اللي هي مثلا حاجه زي بيقول لك هنا
تبديلات سريعه. دي ايوه اختيار تبديل عشان انت بتلعب الماتش كده تطلع لسه تطلع وتروح تعمل تبديلات. لا تعال بقى على العرض. بيقول لك ان فوق الراس اسماء اللاعب فوق الراس. بيقول لك الرادار اللي هو من تحت بتاع الخريطه. بيقول لك اسماء لاعبي الخصم فوق التشغيل ومحدد للاتجاه ماشي. ويعني بيبقى مش كده او كده يعرفك. قول الكره خليها تلقائي ومحدد للقفز يعني. بيقول لك ان اخفاء بيانات خصم ولا متعدد اللعب نمط معمم الالوان. تمام. اللي طبعا الصوت اللي انا جايب التعليق الاسباني اللي سمعت اول الفيديو ده التعليق الاسباني. وطبعا انها توصل التعليق 50% وهات مستوى المؤثرات 100% عشان ده الصوت ده كده شايف انت هو صوت المؤثرات ماشي. فطبعا احسن لك بقى ايه تجيب صوت التعليق 50% بس انا هغطيه عشان كده نلعب جنبي يعني ممكن نخليه 10. عنصر التحكم لما كل حاجه زي ما هي يا شباب كل حاجه زي ما هي الا يقول لك عصا تناظريه ثابته ممكن تقول له تشغيل او مش تشغيل عشان انت عايز عصا تناظريه حجم عصا تناظريه. لا دي مش هنجرب ده طبعا دي متقدم. تعالى انا فهمتك الحاجات دي ازاي. بيقول لك صناعه فرص العرضيات تقول له تشغيل. بيقول لك هنا التمريرات الاهداف تكون مرتفعه منخفضه لا مرتفعه. بيقول لك هنا حجم الزر متوسط وحجم العصا التناظريه تقول له متوسطه. عصا التناظريه يعني تشغيل شغاله معاك بقى من غيرها. العصا التناظريه تكون ثابته بتتحرك لا سيبها ثابته سيبها تتحرك لا ثابته انت عارف مش واخد بالك يعني. بيقول لك هنا تبديل تلقائي مرتفع شويه عشان في ناس كتير بتتعب بسرعه كده عندها في الفرق. طبعا انا عرفتك الحاجات دي وعرفتك الصوت وعرفتك اللعبه هنا كده وعرفتك عناصر التحكم. طبعا بيقول لك عناصر التحكم في الدفاع يعني هو بيعرفك برضه عناصر التحكم في الهجوم زي ما انت شايف كده. تاني سؤال متقدم. اول حاجه متقدم لازم تكون رابط حسابك بجوجل. انا رابط حسابي بجوجل طبعا. وتاني حاجه بيقول لك هنا اعلانات مخصصه تريال عشان بيبقى فيها اعلانات في الجهه دي اللي جنب اللي بعد قصدي الترس بعد علامات الترس بيبقى فيها اعلانات في بتاخد 30 كوينز ودي اللي شفناها في اول الفيديو برضه سيبها مفتوحه. بيقول لك هنا علامات مخصصه لا دي مقفوله عندي وانت احسن لك سيبها مقفوله وهي بتتفتح مش عارف وده مش عارف ده بيقول لك ايه. بيقول لك حاجه طيب نرجع بيها. ده بيقول لك بقى انت عايز معدلات الاطار اللي هو بتلعب مثلا في كام فريم. لا انا بقول لك ممكن العب 60 فريم مثلا. الجوده خليها تلقائي. بيقول لك هنا استكشاف الاخطاء واصلاحها فرص اوبجنال مش عارف بالكم دي ايه الحاجات دي يا شباب يعني. لا هات كده خط كده عشان انا مولف على الحاجات دي. طبعا هنا بقى لو انت عايز تدي حسابك لحد مش عارف ايه ده تقريبا يعني تعالى ماشي ده مش معانا اصلا. هنا بيقول لك يمكنك ربط ده يا جدعان لوحدي التجربه ده كنت عايز اجربها على حساب تاني معايا على التليفون فعملتها لو كنت انا مصطفى. لكن يمكنك ربط حساب انت هنا هيجيب لك رمز. الرمز ده هتاخده وهتروح على التليفون التاني وهتيجي هنا وتكتب الرمز. يعني مثلا انا كنت عامله من شويه فلو دوسنا راسك هتلاقي الرمز ده كده فهسيبك منه خالص. هنا بقى لو انت عايز تحذف الحساب خالص تعمل حساب من الصفر. ودي بقى الشركه واللعبه والفيديو اللي احنا عارفينه كلها الحاجات اللي تحت دي احسن لك مالكش دعوه بيها كده كده. عرفتك الاثنين اللي جنب بعض دول. تعالى بقى اعرفك ايه. اعرفك اللي لونها اصفر دي عليها اس بي ده اسمه السيزون باس. السيزون باس ده بس كده. السيزون باس ده فيه ايه؟ ده في حاجات انت كل ما تلعب ماتش هتلاقي حاجه اسمها اس بي. الاس بي دي هي اللي بتخليك تعدي وتاخد يعني مثلا انا كنت في الاول بقيت في الثاني بقيت في الثالث تاخد 30 كوينز و20 كوينز و25 وهكذا. اول ما تتفتح دي ولما تفتح كل دول وتقعد تخلصهم كده تاخد وكيل عام. وكيل عام ده يعني لاعب يكون لونه ازرق من الاخر ماشي. ودي طبعا للي عايزين يشحنوا هتلاقي عروض جامده جدا للشحن. وعايز تشحن حاجات من تحت اللي تاخد 300 كوينز تاخد 10 تعزيز الهيئه 3 دي جامده جدا كشف اسطوري 500 كوينز 20. وطبعا في الاخر هتاخد وكيل اسطوري او ايه ده حشو وكيل اسطوري يا جماعه خلينا نجرب الواقع وكيل اسطوري ماشي. وسيبنا من دول بتاع الشحن قلت لك عليها. عندنا بقى حاجات اسمها الجواهر وحاجات اسمها الكوينز. حاجات اسمها الجواهر دي بتفتح بيها باكيجات واقول لك بتعمل بيها ايه. وحاجات اسمها الكوينز برضه اقول لك بتعمل بيها ايه. تعال ندخل على ده هنا في عندك 3 حاجات انا ساعه الملعب بتاعي 28000 متفرج وتقييم فريقي 4 نجوم 73 و7 من 10. اسم الفريق طبعا اسمه قناه يوتش جيمر. والعالم عندنا اعلام كتير ضيفوها اللعبه زي انجلترا وزي اسبانيا زي مصر وزي يعني زي الكلاب السود. الكلاب السود زي كلنا عارفين مين هم الكلاب السود ماشي. عندنا اعلام كتير طبعا عشان كده بندور على عالم فلسطين يا شباب. عندنا الأردن وعندنا وهو علم اخواتنا في فلسطين طبعا لازم يتحط. عندنا هنا علامات تعبيريه لو انت بتلاقي واحد عايز تغيظه وعايز تسلم معاه عايز تضحك على هجمه هو ضيعها عايز يعني ايه كده وهكذا. في علامات تعبيريه كتير. طيب احنا كده شفنا الحاجات اللي طبعا دي ميداليات. انت كسبت كام ميداليه يعني طلعت الاول كام مره؟ انا طلعت الاول 12 مره والثاني مره واحده بس. وتعالى نشوف بقى الكلمه تحت كده اسمها ايه اللحظات البارزه. عندي لحظه واحده انا بص على كلمه العب اشوف اللحظه اشوف اللحظه ده انا ايه سجلتها كده مثلا نحذفها كده ما عندناش لحظات بارزه خالص. تعال نشوف بقى الارقام القياسيه. الارقام القياسيه عندك هنا اللي هي مثلا انت لعبت كام مباراه فزت كام مره خسرت كام مره عملت كام مره جبت كام جون استقبلت كام جون الاكتتاب وتلقى اهداف والبطاقات الصفراء والبطاقات الحمراء واكبر فوز انت فزته كام واكبر خساره انت خسرتها كام. طبعا اكبر خساره دي انا خطيت 3-0 ونسبه الفوز المئويه 90% والهيئه عندي بتاع الاونلاين وكده. فتعال نشوف انا لعبت كام ماتش. انا لعبت 95 مباراه كسبت 86 وتعادلت 1 وخسرت 8 يعتبر المساحه كلها. الاهداف المسجله جبت 248 جون في 95 ماتش واستقبلت 56 جون في 95 ماتش واللي كسبت 61 جون من تلقى اهداف و29 من بطاقه صفراء وبطاقه واحده بس حمراء خدها ايموبيلي. ده كله في المسيره المهنيه ده يا شباب كله في المسيره المهنيه بس. تعمل مباشر بقى والحاجات دي كلها ومباراه استعراضيه وضد صديق وكده فلا مسكنا طبعا حاجات كتير. تعال نشوف بقى اللاعب ده بيقول لك هنا اكتر لاعب لعب معايا وهو اللاعب ريتشارد تايلر اللي هو الاسم ده لكم. والاهداف اكتر واحد جاب اهداف وهو ايموبيلي جاب 146 جون وتايلر لعب معايا 19 ماتش. طبعا عندنا التمريرات الاهداف يعني اكتر افضل صانع هو برده كيرو ايموبيلي صنع 48 جون. الاهداف بقى في شاشه المسيره طبعا جاب 44 جون كيرو ايموبيلي برده عمل صناعه اهداف في شاشه المسيره. كيرو ايموبيلي
الاهداف في لعبه فرديه، وبرضه عندنا صناعه الاهداف. يعني كده موبيلي هو يعمل كل حاجه الا اغلى لاعب، يعني اكبر تعاقد، وهو كان لوتارو مارتينيز ب 2060 كوين. وبيقول لك ان ايه الهدف الابعد مسافه جابوا لوتارو مارتينيز من 35 يارده يا شباب، 35 يارده. وجيمس براون ده مش عارف بيقول لك لاعب انا بعته معظم البطاقات الحمراء، خد بطاقات كتير يا شباب ولا خد بطاقه اصلا، ولكن هو معظم البطاقات الصفراء خدها كيلو موبيلي، مش فاهم ازاي. ده الفريق بتاعه كل واحد جاب، كل لاعب كان معاه من ساعه اللعبه جاب كام جون وكده. يعني عندنا اول حارس كان معايا خالص اسمه مارتن تور كده، لعب 93 مباراه معايا جاب جون واحد، يعني حتى الحارس جاب. ماشي تعال نشوف بقى الكؤوس هنا هنبدا كاس. اول حاجه قسم المبتدئين خدته مره، وبعد كده صعدت القسم اسمه القسم الاكاديميه خدته كمان مره، وصعدت القسم ثاني اسمه طبعا ما في كاس التحدي كسبت 3 مرات يا شباب، 3 مرات يعني ما مسكتش ولا مره، انا 3 مسيرات بس. والكاس الفضي خدته مره، والكاس البرونزي خدته مرتين. لعبت ماتشات من ماتش الستار كسبته مرتين، ودي كل الكؤوس اللي حصلت عليها انا في رحلتي في اسبوع. هناخد بقى بعد ما خلصنا القسم اللي فوق خالص، هندخل بينا بقى على القسم اللي تحت اللي هم الحتتين دول. هنا بيبقى في سيناريو يا شباب، السيناريو ده انت بتلعب ماتش بفرقه غير فرقتك، زي بس بتكون فرقه حقيقيه زي برشلونه، ريال مدريد، يوفنتوس، انتر ميلان او انتر بس مش عارف انتر ميلان. هنا بتلعب بفريق تاني في وقت معين وشده الصعوبه، وبتاخد على الماتش لو كسبته 75 كوين، ولو تعادلته 5 كوين، ولو خسرته 2 كوين، وبتلعب مجاني بس ليك محاوله واحده بس، وبعد المحاوله بتدفع 20 كوين عشان تدخل المباراه. تاني حاجه عندنا المسيره المهنيه اللي احنا اصلا لو فتحناها كده هنلاقي اربع اقسام. هنا القسم الدوري المحلي اللي انت بتلعب فيه ايا كان الدوري ده اسمه ايه، بس ده الدوري اللي انت بتلعب فيه. هنا بقى لو انت عايز تبدا ماتش وهكذا تبدا ماتش، احنا هنلاعب فريق اسمه فريق القمار ده في الدوري، انا عارف الفريق ده في الدوري تقريبا الهولندي، هو ايوه الهولندي يا شباب. عندنا هنا قسمين تحت، قسم اسمه الكاس الفضي وده هنلاعب فيه فريق القمار اللي هو حاليا هنلاعبه، وقسم تاني وهو قسم زي ابطال اوروبا كده. يعني ده بص هنا يا جماعه ده الكاس المحلي، اما ده فهو كاس اللي هو زي ابطال اوروبا وهكذا. كده انا فهمتك المسيره المهنيه، فهمتك السيناريو. انا بقى افهمك الدريم ليج لايف، وافهمك هنا حاجات اللي هو وضع اعداد قائمه لاعبين الاحلام والمباراه السعوديه. اول حاجه في المباراه السعوديه كده تدخل تلاقي فريق زي فريق ابسواش ده، مش عارف مين هو ده، بس الفريق ده بيبقى مباراه وديه تلعبوا كده، بعد ما تلعبوا خلاص انت هتاخد 4 فريندز، تلعبوا كده من غير النت اوف لاين، وبتلعبوا لو تفطروا كده وتاخد عليه 5 كوين او 4 كوين. ده بقى بيبقى اللي بيشحنه بس مش ليك برضه، يعني ده بيشحن $2 $3 في اللعبه عشان تدخل المسابقه وتختار لعيبتك وبتروح تلعب ناس اونلاين. تعالى هنا فتحنا لقينا 4 اقسام. طبعا انتوا شايفين السيزون بس ده لسه معمول النهارده يا شباب، هيخلص بعد 9 ايام، هو بيتجدد كل 10 ايام، بعد 9 ايام، ودي هتشتغل برضه معاها. دي ايه بقى؟ دي عشان تفتحها دي فيها 100 لاعب، 100 مدرب، 100 واحد زيك يعتبر. كل ما بتلعب هنا كده في الاونلاين ده اللي هو دريم ليج لايف ده اللي انا بحركه دلوقتي، هو ده كل ما هتلعب فيه هتزود السيزون بس، وهتزود ترتيبك ما بين ال 100 لاعب اللي هنا، وكمان هتترقى وتروح ديفيجنات اعلى. انا حاليا في ديفيجن 19، ولو كسبته طبعا لو جبت 8 نقط هروح واخد 6 جواهر واروح الديفيجن 18. هنا عندنا تبقى مسابقات تدخلها بتدفع مثلا 100 كوين وبتلعب، وبيبقى ليك حاجات كده اهداف لازم تعملها. وهنا بقى لو عايز تلاعب صاحبك مثلا وهكذا تكتب انت الرمز وصاحبك يكتب نفس الرمز في نفس المكان، وانتوا الاثنين تدوسوا بحث وتتقابلوا ان شاء الله. كده اكون شرحت لك القسم اللي من تحت والقسم اللي من فوق. القسم ده فيه عندنا الاربع حاجات اللي تحت دول، اللي تحت دول عندنا لما دوسنا عليهم كده 4 اقسام. القسم الاول اهو بيقول لك دي تحديات يوميه، ودول بتوع اللي بيشحنوا، دول بتوع اللي هم شاحنين السيزون بس يعني انت مالكش ولا دي من دول. فتعالى نشوف بقى القسم بتاعنا احنا، يعني ممكن نخش القسم ده ونروح القسم بتاعنا ده. القسم ده اللي هو بيقول لك هنا ايه، العب قصدي دريم ليج سوبر، انت هتاخد 10 كوين. بعد كده بيقول لك هنا اكمل 3 مباريات من دريم ليج لايف، ممكن بيجي لك نسمع فيديو وتغيرها، ممكن تعملها. بيقول لك العب 4 مرات من المسيره المهنيه، لعبتهم لك سجل هدف ركله جزاء، ممكن تغيرها ممكن لا. وطبعا كل ما بتعمل ده بيتجدد معاك، كل ما بتخلص وكل ما تخلص بيتجددوا معاك، فهتاخد 7 جواهر، لما تخلص 8 جواهر، لما تخلص 9 جواهر، لما تخلص 10 جواهر، لما تخلص 11 جوهره. تعال نروح على الاسبوعيه، طبعا برضه نفس الطريقه دي بتاعه اللي هم اللي بيشحنوا السيزون بس، لكن مش بتاعتك برضه. هنا بيقول لك ان ايه انت لازم تكسب 10 مباريات في دريم ليج لايف، واديك كشافه اللي هحكي لك عنه دلوقتي، كشافه نادر، وهتاخد كمان 10 جواهر. ماشي هنعمل ده طبعا. ودي بقى بتاعت المسيره النهائيه، يقول لك فوز على القسم الرابع، يعني افوز يعني اطلع في القسم الرابع كده عدي، ولا لك اكسب كاس التحدي او اروح لكاس التحدي لحد جوله 16. وهنا بيقول لك اربح كل المباريات في القسم الرابع، يعني طبعا ده اصعب واحده، بيقول لك تستقبل اكثر من 15 هدف. انا هدفين بس اللي جم فيا حاليا. طبعا ده بتاع دريم ليج لايف، لو انت عايز دريم ليج لايف يبقى العب يعني. بيقول لك ان اربح 2 من مباريات دريم ليج لايف وهتاخد 15 كوين. بيقول لك اكسب 15 مباراه في دريم ليج لايف وهتاخد 5 كوين. بيقول لك هنا اكسب 10 مباريات دريم ليج لايف وهتاخد تطويره اسطوريه يا شباب، يعني حاجه جامده جدا. وكده اكون شرحت لك الاربع اقسام اللي معانا دول، واحد بتاع يومي، وواحد اسبوعي، واحد على المسيره المهنيه، وواحد دريم ليج لايف. اوكي يا شباب تعالى ندخل على اللي جنبيها، ودي الخطه بتاعتك اللي فيها لعبتك. انا بص عليها كده لقيت لعبتي، ولقيت طبعا 4 حاجات تحت. انا اشرحهم لك. اول حاجه وهي الخطه دي، انا كل واحد طبعا يبقى معاه خطط بتاعته. انا اختار مثلا وليكن 4-3-3 وهدوس كده، هو جاب لي الخطه اللي انا اقدر بامكاني اني العب بيها في اي ماتش اذا كان دريم ليج لايف او قدام حد. طبعا دي التشكيله بتاعتي وهكذا. طبعا ممكن تغير الخطه بامكانك تغير الخطه. طيب ده انا عايز الخطه دي، يقول لك روح على مكان هنا كده، ده هشرح لك دلوقتي هتفتح منه الخطط اللي انت عايزها. اوكي
طيب عندي حاجه تاني وهي حصص العلاج الطبيعي دي. طبعا زي ما انت شايف كده عندنا اللاعب تايلر ده الحاجه اللي جنبه لونها احمر كده ونزل تحت ليها الباور بتاعه الستام بتاعه، فالستامina بتاعته ضعيفه خالص، الستامina بتاعته 53. فده بتروح تدوس على اللي هي الجنبيه من تحت دي اللي عليها 1 و800% وتدفع 19 كوين عشان يبقى بصحه كامله. فبدل ما تعمل كده هتدوس على اي واحده من دول، مش هتفرق يا شباب، مش بتفرق معانا، تدوس على 250 او 100 او 50 اللي هي العام او الاسطوري او النادر، كلهم بيتطوروا في نفس الوقت. هنا بقى الادوار انت عايز مين الكابتن بتاعك؟ انا مخلي الكابتن بتاعي ايموبيلي واللي بيشوط الركله الحره، ضربات الجزاء ايموبيلي بس هغيرها دلوقتي، ضربه الجزاء خليها الحارس يا شباب. وهنا الركلات الثابته قصدي الركله اللي هي ضربه الركنيه والضربه الركنيه اليمنى واليسرى وخلي فيهم اللاعب خميس رودريجيز. طبعا المدربون هنا طبعا اللعيبه الذهبيه اللي انتم شايفينها والزرقاء والبيضه اللي هي العام والاسطوري والنادر بتطورهم من دي. يعني مثلا لو عايز اطور لاعب مثلا هطوره بالجواهر من هنا اهو زي ما انتم شايفين كده، وان شاء الله بدور معاكم لاعب. يعني لو ينفع والله ابيع لاعب عشان مش عايز اصرف كوين كده، عايز اشتري لعيبه ثانيه. ماشي يا شباب، دلوقتي هندخل على الجنبيه اللي جنب الفرقه دي وهي سوق الانتقالات. ده بيتجدد كل ما تلعب ماتش. هتقول لي ما انت لعبت ماتش وده ما تجددش معاه، ولكن انت ممكن بامكانك ان انت تحجزه ب 20 جوهره زي ما احنا شايفين كده، زي اللاعب ماكسي جوميز تقدر تحجزه ب 20 جوهره يقعد معاك لحد يوم كامل وفي الاخر تجيبه. انا حاجز اللاعب ده لانه هيطور من فرقتي جامد وهيخليها ممكن نوصل ل 75 ويظهر لي لعيبه نادره. طيب بص في خطه تحت اهي مكتوب بيقول لك حسن تصنيف الفريق لجلب كثير من اللاعبين. يعني تصنيف الفريق بتاعي 73.7، كل ما تخليه اعلى كل ما هجيب لعيبه زي اللعيبه دي ولاعيبه زرقاء مش اللعيبه البيضاء التعبانه دي. طيب ايه ده؟ كشافه، عندنا حاجه اسمها الكشافه. الكشافه دي في ب 75 وفي 250 وفي ب 500. هتقول لي ما انت ليه عندك بكده؟ هقول لك دي اسعار خصم وهعرفك تعملها ازاي، هعرفك تعملها بس ثانيه واحده. تعال ندخل على اللي بعدها، واللي بعدها ده بيقول لك انا بيقول لك ده الوكيل اللي عندك وكيل عام وكيل نادي ووكيل اسطوري. الوكيل العام ده بيجيب لك لاعب اقل من 70 يعني 69 يعني اقول لك يعني اللاعب ده مثلا اللاعب ده تقدر انت تجيبه بلاعب وكيل عام. طيب اللاعب ده او اللاعب هولاند بتاع اليونايتد تقدر تجيبه بالعام الازرق ده او النادر. طيب اللاعب اليكس جريميلدو تقدر انت تجيبه بالمدرب الاسطوري الوكيل الاسطوري. وكده كنت شرحت لك القسم اللي فوق والقسم اللي تحت والقسم اللي بعده والتحديات والفريق بتاعك والانتقالات. ويلا بينا على النادي الخاص. دوست على النادي الخاص كده لقيت 3 وجهات. تعال نشوف الوجهه الاولى دي، ودي انت هتقدر تعمل اللبس زي ما انت عايز. يعني لو وليكن مثلا ان انا عايز اعمل لبس او طقم للبرشلونه، تعال نشوف كده عملت انت طقم كده زي طقم برشلونه بالظبط. مثلا تعال نخلي رقم القميص هنخليه مثلا وليكن احمر يا شباب، او وليكن خلينا كده احمر، والشركه الراعيه خليناها ابيض مثلا، يعني هيكون شكل الطقم جامد. رقم القميص نخليه ابيض برضو جامد، يعني هو كده جامد. تعالى نخليه كده كانه برشلونه. ماشي تعال نشوف بقى الشعار. عندك هنا كميه شعارات بالهبل تقدر ان انت تدفعها بالجواهر وكمان بالكوين. بس انا افضلك انك تلعب بشعار اللعبه دي اللي اس فوتبول كلوب. تعال نشوف بقى اسم الفريق. انا كاتب اسم الفريق واتش جيبان باختصار يو اتش بس. دي اللعبه بتاعتك. لو حابب انت تغير الارقام وكده يعني انا اعمل الارقام تقريبا. تعال نشوف رقم الحارس. رقم الحارس اكيد ايه ده؟ يعني تعال الارقام بسرعه كده على السريع. رقم الحارس 1 وعندنا الرقم من اللاعب ال ام ده رقم اللاعب ده كان 30 فانا هخليه 12 مثلا. وده هنروح عند اللاعب ده 17 في الباك ليفت باك، ومحمد النني مش 26 لا 21. ماشي عندنا اللاعب تايلر ده خليك 2 يا اسطى. وتعالى انت 9. تعالى كلاجير لا كلاجير انت 19 رقم قفشه. انت ليك الفخر انك تبقى زي قفشه. انت 17 لو اكتر من 10 ضرب المايونيز مش عارف عليك كام 7. جيمس رودريجيز لا مش 30 خالص انت 8. وقدامنا 4 لعيبه. تعالى بقى نخلي اللاعب رحيم ستيرلينج ب 6 لان انت تبقى 11. وليجي بارج ده لاعب من اول اللي معايا جاب اهداف كتير والله، فلازم برضك نكرمك. يعني انت ايه؟ انت راس حربه فمتهيألي تبقى 15 مثلا او ماشي بقى. خلينا رقم 20 جوردون رقم 14 جامد. ورحيم ستيرلينج قلنا 11 مش عارف ليه حاسس ان انا قدامي كده بس انتوا كده جامدين. وانت خليك 30 يا اسطى 30. وانت على كده انت خط وسط خليك 6 كلام كتير. طبعا المدير اللي هو انت يا اسطى انا كاتب يوسف حماده وسيبك من شو انا كاتب الوجه واحد ادينا فيه 100 مليون شعر بس انا هخلي الشعر ده او يعني ده ايوه الشعر ده كده. ملك الملابس بقى عندك اللبس ده ب 10 جواهر، اللبس ده ب 10 جواهر، البدله ب 10 جواهر، وعندنا البدله دي ب 10 جواهر، كل حاجه ب 10 جواهر. ماشي سيبك من ده خلاص. تعال شعر لون الشعر انا اخلي شعر مثلا وليكن كل شعر باسلوب برضه سيب شعره زي ما هو بس مش عايز احرجك في الدقن يا شباب. يعني ندفع 10 جواهر على الدقن ندفع على الدقن بس يبقى شكل المدرب بتاعنا حلو. طبعا شفنا المفروض هنشوف البتاع دي تدريب يا شباب تدريب. يعني تدخل على التدريب كده وليكن هعمل اي حاجه كده. انت احسن انك تبدا لو انت لسه زي من الصفر. اتعلمت كتير من التدريب ده يعني مثلا اتعلمت حركه زي الحركه دي كده. ركز كده شوف عايز اعمل اللي هي التفاحه وكده. يعني في ناس كتير بتسميها كده سميها تفاحه شباب وبعدين رد منها كده. فتعالى بس اوريك اجمد حركه فيهم كلهم حركه الدبل كيك او الباكورد. زي ما شايفين كده دبل مايونيز من طوله ومش عارفين باكوردات طويل جدا يا شباب. دبل مايونيز شايفين. تعالوا بس في القعده انت سيبك من كل ده ان هي سيبك ما دخلتش اصلا. شايف الباكورد ده اعلى باكورد عمل في حياته دبل مايونيز. انا مسميه دبل مايونيز. هنا برضه لو انت عايز تدرب ركلات حره ولا ركله ركنيه وضربات جزاء سيبك من ده. تعال نروح للنادي. فتحت النادي لقيت 5 اقسام. خلي بالك اللعبه سهله جدا عشان ما تتوترش. هنا الملعب بتاعك الاستاد اللي انت بتلعب فيه وتتدرب فيه وهكذا. ده هو ده الملعب ممكن تخليه زي ما انت عايز. ممكن تخليه مثلا
الملعب ساعته 85,000 متفرج، هتلاقيه كبير. ده 8000 كوين يا شباب. وركز على الحاجات اللي من هنا دي، لان هو بيديك مكافاه اضافيه لو لعبت في ملعبك. يعني انا باخد 16 كوين، هو ممكن يديك 49 كوين لو عملت الملعب الكبير جدا ده. ماشي. وده كمان ركز على الحاجات اللي هنا دي، لان انت بتعدي بيها بالمراحل. تعدي مثلا مرحله اسطوري، وعندك كل دوريات انت فيها. انا بدات في الاكاديميه وانت تبدا برضه من الاكاديميه، هتروح بعديها على المبتدئين، هتروح على القسم الرابع، هتروح على الثالث، بعد كده الثاني، الاول، القسم النوبه والاسطوري، وخلاص بعد كده تروح تلاعب المنتخبات زي اي حد يعني، مش هقول لك زي. طبعا هنا المركز الطبي، وده بيعمل لك كل ما تدفع 75 كوين هتعمل خصم على العلاج الطبيعي واحتماليه اصابه اللاعب. ودي مش عارف يعني هتلاقي بيه، بس انت مركزها وخلاص. ده التجاري بقى اللي انا عامل اللي مش هو ده بيعمل خصم على الشعار والطقم ومكتسبات المباراه الاضافيه. هنا التوظيف بقى، ده بيعمل لك العمل خصم على الكشافه وخصم على الوكيل اللي وريتهم لك في اول الفيديو. طيب تعرف ده التدريب، وده برضك بيعمل لك خصم. انا عملته خصم على المدرب وتعزيزات الهيئه. وبقى الاستيعاب، الفريق بتاعك يحمل كام لاعب؟ الفريق بتاعي يحمل 24 لاعب، ونحمد ربنا على كده. ماشي كده، كنا عرفت كل حاجه في اللعبه، فما تتفرجش عليها بايك وشير. تعالى بس اوريك اول ماتش العبه معاك في الفرقه بتاعتي. تعالى نلعب ماتش جامد جدا، يلا بينا. بس كده زي ما شايفين يا شباب، الدخله الاسطوريه الجامده جدا بتاعت اللي مش عارف تعمل يا اسطى. الدخله الجامده دي، وبيجيب دخلته الفريقين، والمدرب بتاعك معاه كام ميداليه، ولما تدوس تخطط بسيطه كده يجيب لك الفرقه اللي انت تلعبها واللعيبه الجامده بتاعتها. ونبدا مع بعض الفيديو. Llena de... ماشي. وكده كون شغال الفيديو، عايز تنضم تشترك وشوف القناه بتاعت كل جديد.